السلام عليكم ورحمة الله. أهلا بكم أصدقائي المطورين. النهاردة هنتكلم عن السينتكس بتاع بايثون، وهنتكلم على مفهوم من المفاهيم اللي هي موجودة في بايثون، وهي الاندنتيشن. الاندنتيشن هنا وظيفته كلها إن هو بيحدد الشايلد والبيرنت. طيب هنيجي هنا بقى ونتكلم عن الشايلد والبيرنت. مش دايما لما احنا بنقول إن في فلان ابن فلان. طيب هو فلان هيبقى ابن فلان امتى؟ لما يكون اسمه الكامل محمد، وبعد كده ابوه اسمه مثلا احمد، فبالتالي محمد ده هيبقى ابن احمد. وهنا نيجي من ناحية الاندنتيشن. تعال نبدأ الكورس بتاعنا. اول حاجة نفتح بايثون كورس، بعد كده show more options, open with code، نعمل فايل جديد اسمه syntax. goodbye. وبعد كده نعمل له save، ندخل على السنتكس بتاعنا. اول نقطه هنتكلم فيها في الحته بتاعه السنتكس ان احنا عندنا بايثون هي عباره عن لاين باي لاين. فبالتالي لو انا كتبت print this is life، وبعد كده عملت سيمي كولون، بعد كده كتبت مثلا f print، مثلا print here f true else none. هنتكلم بعد كده عن ايه هي f. دي فانكشن هنتكلم عنها بعد كده. دي ليها علاقه بالورك فلو بتاعك، وهي اللي بتحدد الورك فلو بتاعك. هنا كل الفكره ان التي بس مش بايثون عندنا كيس سنسيتيف، عشان التي بس فكرتها ان هي مش كابيتال، فبالتالي البوليان داتا تايب هنا عندنا مش معروف. وهنتكلم برضو ايه البوليان داتا تايب، وهنتكلم الاف هنا بتعمل ايه. بس حاليا كل اللي عايزك تعرفه ان الاف هنا كل اللي هي بتعمله ان هي بتحدد الفلو بتاع الابلكيشن بتاعك. تعالى نعمل run in terminal. على طول تلقائي عمل لي print this is live، وبعديها عمل لي print here. كل اللي انا عايزك تعرفه النهارده في حلقه النهارده ان انا عندي ان انا اقدر بعد ما اعمل السيمي كولن اكتب كلمه تانية. في الاصل برضو عشان الفورمات، وعشان اغلب الكودرز بيستعملوها كده في بايثون، هي لغه من غير سيمي كولن، بتبقى سطر بسطر. بعد كده هنيجي نتكلم عن الايدنتيشن. انا كنت بتكلم في الاول عن ان في حاجه اسمها child وحاجه اسمها parent. طيب نعرف ازاي البيرنت والchild؟ نعرفهم بطريقه واحده بس، ان احنا نبدا ان احنا نعمل الايدنتيشن. تعالى نعمل كومنت لدول ونتكلم. دلوقتي if true قلنا if true دي هنتكلم بعد كده عنها، وهي بتعمل ايه بعد كده في الحلقات الجايه. وهي كل وظيفتها ان هي بتتحكم بالورك فلو بتاع البايثون فايل بتاعنا او الابلكيشن بتاعنا عموما. تمام. بعد كده هكتب print زي ما احنا قلنا المره اللي فاتت، هكتب here. وبعد ما هكتب print here هكتب print hello. هنا دلوقتي عندنا في مسافه ما بين اول السطر واخره، هي دي المسافه او الفراغ، دي اسمها indentation. وبالتالي طالما في indentation هنا يبقى f هي البيرنت، يبقى f true هي هتبقى البيرنت بتاع print وprint here وprint hello. طيب لو انا مثلا جيت عملت كده، هتلاقي عندنا تلقائي ان انا عندي في expected indented block هنا، وان في عندي unexpected indentation، وده الايرور اللي هيحصل هنا. طيب
لو قررت بعد كده ان انا اخلي مثلا عايز اب او اعمل بيرنت ليف، تفتكروا ان انا هقدر اعملها ازاي؟ هو ده التاسك بتاعكم، والحل هيكون ان شاء الله الحلقه الجايه. التاسك هيكون عباره عن ايه؟ ان انا عايز اخلي اف هنا ليها بيرنت. بس كده، اشوفكم في الحلقه الجايه. ما تنساش تعمل لايك واشتراك، وشكرا ليك.